السلام الخوت. الخبيره اليوم غنرجعكم معايا ل 1984. هذا الزمان، اما المكان واحد البلاصه سميتها المحبس، السيكتور تاع الزاق. النهار بالضبط 23 اكتوبر. هنا غيحاولوا مرتزقه البوليزاريو بدعم كبير من شي ناس بلا ما نجبد سميتهم، غيحاولوا يهجموا على لا سانتور دو سيكوريتي اولا نقولوا الحزام الامني، وبلغه العسكر الرومبلي. كانوا جايين واجدين ديال بصح. هنا كنهضر على العتاد، كانوا كيجيبوه من الدول العدوه للمغرب. هنا غيجيو يقصدوا الحزام الامني اكثر من 100 دبابه، بلا ما نحسبوا الجيبات اللي هازين لي ميتريوز والموشات، جايين على اساس انهم يخترقوا الحزام الامني. بدات لاغير بقذائف الهاون عيار 260، وفرقه اخرى كتضرب بمدافع دي 130، وفرقه اخرى برشاشات من عيار 23 ملم على جوج ديال لي بوان من الحزام الامني اللي كان في جنوب شرق الزاق. كان لوبجيكتيف من هاد لاطاك هو انهم يخترقوا الجدار باش يديروا الطريق للدبابات تي 55 السوفياتيه، ولكن كيقولوا لي فراس الجمل فراس الجمال. كانوا الرادارات تاع القوات المسلحه الملكيه المغربيه رصدوا التحركات تاعهم ملي كانوا يلا جايين، وعطاو الاوامر للبطايون اللي في الجدار. قالوا لهم غادي ترجعوا 5 كيلومتر للور باش تلتحقوا بمنطقه الدعم المدفعي. الدعم المدفعي الخوت هو البلاصه فين كاينين الدبابات تاع المغرب. هنا غيبداو يبريباريو القلب اللي غيديروه ليهم. عطاو الاوامر لجوج مجموعات مدرعه. المجموعه الاولى كانوا فيها دبابات خفيفه من نوع اسكا 105، اما المجموعه الثانيه كانوا فيها دبابات من نوع ام 48. تحركوا هاد جوج مجموعات بدقه وبشكل جانبي. الهدف تاعهم هو يوصلوا للمنطقه العازله في اقرب وقت ممكن، ومن بعد يدوروا للشمال باش يحاصروا المرتزقه قدام الجدار. وداك الشيء اللي وقع بالضبط. في البلاصه البوليزاريو لقاو راسهم في الوسط، العدو من قدامهم والعدو من وراهم. هنا بدات الشتا تاع بصح. ما عرفوا راسهم باش تبلاو. قرطاس ولا كيهبط عليهم كيف الشتا، ما حيلتهم يطاكيو على اللي قدامهم ولا يطاكيو على قزازبهم، تا الهروب ما يمكنش ليهم. شتي سخونية الراس شحال خايبه. كانوا ديما مبيعينهم العجل، كيقيدوهم حتى كيقيدوهم كيصدقوا واكلين الدق بصح. كانوا القوات المغربيه كينزلوا عليهم بالقرطاس وما عقلوش عليهم، حيت راه عمر المغاربه فاتوا الحزام ديالهم. ديما هادوك مسخط الوالدين هما اللي كيسخن عليهم راسهم ويتموا جايين، فين ما تزادت عليهم شي ضلعه تيقلبوا ليه الرساليهم. وفعلا داكشي اللي كانوا كيديروا معاهم المغاربه، ديما ماكتيفين معاهم مود تارجليت. تحول الهجوم تاعهم الجحيم، بحال شي واحد شعل شي عافيه وشدات فيه. شي دبابات تحرقات باللي فيها، والجوتات ولات رماد، وشي وحدين بداو بالسليت وخلاو وراهم عدد كبير من الدبابات من نوع بي ام بي و تي 55 وشلا سلاحات. وفي النهايه ديال لاغير بداو يحسبوا في الحصيله. كانوا عدد القتلى 176 من المرتزقه، وعشرات الاسرى، وعشرات الاليات اللي كانت اون بان اللي هزوهم المغاربه وعاودوا بريكولاوهم. اما الجوتات ما حسبوهمش. العسكر ديال المغرب كان ديما كيدير المزيان مع الغراب والضبع، تيخلي ليه ما يقصي. كيف ديما فشلات ليهم الخطه وانقلب السحر على الساحر. المشكل ماشي في هذا الشيء، المشكل هو ان دوك الناس اللي عطاو ملايين الدولارات باش تنجح هذه العمليه هما المشكل ما ليهم والو. علاش داعمين البوليزاريو؟ علاش؟ هذا سؤال ما يقدرش يجاوب عليه حتى واحد. هاد التصويره الخوت تاع الكولونيل حمو ارزار، واحد من السبوعه اللي كانوا مسبعين في الصحراء، وديك الدبابه اللي وراه من نوع بي ام بي، من الدبابات اللي ربحها لارمي ديال المغرب من لاغير. وهذه تصويره اخرى لعدد كبير من السلاحات اللي حتى هي جادوا بها الجواد. وهذه تصويره واحده اخرى من واحد الجورنال فرنسي اللي تكلم على فشل الاسلحه السوفياتيه في حرب الصحراء المغربيه. الخبيره اليوم الخوت راه سالات. السيمانه الماجيه استوار جديده ان شاء الله. الله.